معنا عضو المكتب الحقوقي للمهندسين وعضو الهيئة الاستشارية للتنسيقية المهندس محمود حمزة. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. في مثل هذا اليوم كان زميلنا المهندس شريف صيام وكان معاه 36 معتقل آخرين كانوا يقبعون داخل سيارة الترحيلات. بعد اعتقالهم تم إلقاء عليهم قنبلة غاز طرقوا ليموتوا بالبطيء. عندما يعني الواحد خلال الفترة اللي فاتت ومع بداية مدرسة أو قراءة سير من قتلوا خلال الفترة الماضية وجد أن ما حدث لم يكن يستهدف فصيل بعينه ولم يكن يستهدف شخصيات معينة. نحن لدينا حتى الآن ما استطعنا أن نحصره حوالي 135 مهندس، منهم من ينتمي إلى حركات سياسية مختلفة، ومنهم من شارك في 30 يونيو، ومنهم من يعني الأمر لم يكن بسبب موقف سياسي محدد، ولكن يعني هناك من هاله منظر الدماء وعلى هذا الأساس قرر أن ينزل، ثم اصطادته هذه الرصاصات. نحن نريد أن نقول أيضا أن لدينا من المعتقلين من كافة التوجهات السياسية. لدينا المهندس أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 إبريل، لدينا الدكتور باسم عودة، لدينا المهندس أبو العلا ماضي من حزب الوسط، لدينا الدكتور مجدي كركر، لدينا المهندس شريف أبو المجد رئيس لجنة التطوير بنقابة المهندسين، لدينا العديد من النقباء المهندسين موجودين الآن داخل السجون. عندما تبحث بالفعل في هذا الأمر، يعني ما نريد أن نتحدث به إلى متى سيتم هذا التشرذم، إلى متى سيتم العمل الحقوقي من خلال أن كل فصيل يبحث عن حقوق المجموعة التي تمثلها فقط. جميعنا الآن في مركب واحدة، نستطيع يعني لا نريد أن أتحدث ولن أزيد فيما قالوا يعني من قبلنا. إن احنا أديكم مثال واحد، احنا عندنا من الانتهاكات التي تمت لدينا في معهد اسمه معهد HTI، معهد طلاب العاشر من رمضان. لدينا هذا المعهد عدد أفراده حوالي 500 فرد، لدينا 13 شهيد و16 معتقل. يعني عندما نبحث في يعني حال أصدقائهم وحال ذويهم الآن، يعني عندما نبحث في أحوالهم الآن يعني نضع نفسنا أمام مكانهم، ما هو الحب لهذا الوطن وما هو الانتماء لهذا الوطن بعد هذا الأمر؟ عندما أجد ولا هناك محاسب واحد. سيارة الترحيلات اللي مات فيها 37 واحد، لدينا شخص واحد حكم عليه بسنة سجن. الإشكالية الحقيقية عندما يغيب الحريات وعندما تغيب الحقوق هي سياسة الفوضى داخل المجتمع، هي أننا نتحول إلى سياسة الغاب، كل يأخذ حقه بيده. وإذا تحولنا إلى هذا سقط المجتمع وسقطت الدولة. لن يكون هناك دولة إلا بحماية الحقوق والحريات للأفراد. هذه دعوة نوجهها نحن كمكتب حقوق المهندسين لكل العاملين في إطار الحريات أن ينضموا وأن يبحثوا وأن يشاركوا زملائهم، ونقول لهم لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. شكرا.